احنا هنتكلم في نقطتين النهارده. هبتدي فيها من سنة 2012 2013 حاجة كده. كانت كل الأساتذة بتوعي في المدرسة، أنا أصلا من أسيوط، اتربيت وخلصت جامعتي هناك وعملت كل حاجة، والأساتذة كانوا دايما بيقولوا لي إن أنا شاطرة جدا جدا في الماس. يعني الرياضة عندي لعبة، اللي هو إيه، خدي المسألة الفلانية دي، ما فيش حد بياخد الدرجات ويقفل وياخد الفلوس وهو ماشي من الدرس. يعني كنت بدخل ادفع 10 جنيه اطلع ب50 جنيه مثلا في الرياضه. وانا بقى كنت شايفه انه واو، انا لو دخلت علمي رياضه هعمل قلبان في المحافظه، هجيب بقى درجه ما حدش بيجيبها في علمي رياضه. بس الحقيقه للامانه انا كنت بنبسط جدا جدا وبحب اعمل الحاجات اللي ليها علاقه باقتصاد وعلوم سياسيه. كنت بحب السياسه جدا، كنت بعمل حاجات ما حدش كان يتخيلها، اللي هو من وراء اهلي، اللي هو اروح الكشافه واتكلم في موضوع ليها علاقه بانه ازاي البنات مهم انهم يشاركوا، واعمل اكتيفيتي كده غريب الناس ما كانتش مقتنعه. ليه انزل الشارع اقعد الون البيوت وانظف واشيل الشجر واحط شجر تاني نضيف علشان الهواء يبقى عامل ازاي. وفي 2012 كان مهم ان انا اكتب هو انا هختار علمي علوم ولا علمي رياضه ولا ادبي. بصراحه يعني ماما كانت عايزه علمي علوم، يعني واختي الكبيره طبيبه بشريه، فقعدنا نروح ونيجي كده شويه مع بعض. وراحت قالت لي بصراحه حوار انا اقتنعت بيه تماما، كانت ذكيه برضو بصراحه. يعني قالت لي بصي، انت عايزه اقتصاد وعلوم سياسيه صح؟ قلت لها اه. قالت لي لو دخلتي ادبي هتحتاجي 97% عشان تجيبي اقتصاد وعلوم سياسيه، لو دخلتي علمي علوم وجبتي 92% هتدخلي اقتصاد وعلوم سياسيه. يبقى المنطق تعملي ايه؟ علمي علوم، منطق اهو، هجيب درجه اقل وادخل نفس الكليه، يبقى انا اللي كسبانه. دخلت علمي علوم وخلصت ثالثه ثانوي وجبت 97.5، وكان يوم كلهم فرحانين وانا عماله اعيط. بس هي بالنسبه لها المجموع جه، يعني ايه مش هتدخلي كليه طبيه؟ وانا عماله اعيط ولا ومش هدخل ومش رايحه اكتب الكلام، مش عايزه. واصرت هي بقى، يعني ايه، انتوا عارفين وانا يعني بحبها الحقيقه، بحب ماما جدا، وهي كانت ست يعني هي داعمه جدا في كل الخطوات. فانت عايزه صيدله وهتقعدي تعيطي لو انا ما دخلتش الكليه اللي انت عايزاها، خلاص. وانا بقى ايه، برضو كنت لسه يعني كنت الناس رايحه جايه، اول ما النتيجه طلعت الدكتوره، فانا ايه برضو الموضوع ايه، يعني حسيت انه مش مهم بقى الطموح والحاجات اللي انا عايزه اعملها، واضح ان القصه حلوه. دخلت صيدله في 2015، ما كانش قراري بس دخلت صيدله، وقلت ايه، يا رب انت عيني بس اخلص الطريق عشان انا مش حاسه ان انا هعرف اعمل حاجه. وقعدت في صيدله. انتوا عارفين صيدله كام سنه؟ 5. تفتكروا قعدت كام سنه؟ 7. مين يزود؟ قعدت 6 سنين. سنه انجح بجيد، وسنه تانية اطلع بمقبول، وسنه تالتة احس انه مش قادره اكمل. ماشي. طيب كنت بعمل ايه على جنب؟ كنت بمعونة ربنا بعمل حاجات تانية خالص انا بحبها وبنفذها وبعمل فيها خطوات محدش كان مقتنع انه يا حبيبتي انت في صيدله، ايه اللي بيخليكي تروحي تعملي انشطه في علوم سياسيه؟ يعني ايه اللي بيوديكي الناحيه التانية؟ ايه اللي بيوديكي الكليه دي؟ وبعدين ايه، جيت في النص كده حسيت انه لا، ما هي صيدله دي هتخلص، يعني هتخلص، يعني احنا عايزين نشوف حياتنا، عايزين نشوف المستقبل يعني. وخلصت صيدله، وكانت السنه بتاعه 2021 دي كانت سنه انه ادركت انه اللي انا شفته فخ من ربنا، فخ انا شفته وقتها فخ. كنت شابه متمرده جدا، اللي هو ايه ده، يعني ايه وتدخلوني ليه، ما انا مش عايزه ده. طلع هو قصه النجاح والطريق اللي ربنا اختاره، وانا عمري ما كنت هصدق ان انا ينفع اعمل كده. في سنه 2021 طبعا خلصت صيدله وبعمل انشطه وبسافر وبروح وباجي، وهنحكي عليها شويه علشان تعرفوا ازاي ممكن تعملوا ده.
جاتني فرصه ان انا اتدرب في المكتب الفني لوزاره الصحه. انا بقى ما كنتش شايفه هو انا هعمل ايه، ولا انا بيني صيدلانيه ولا انا غير صيدلانيه، اروح وزاره الصحه دي اعمل ايه؟ وطلع المجال اللي انا ربطت ما بينه في التدريب ومجال الدراسه مجال ما فيش حد في مصر درسه قبل كده، اللي هي حاجه اسمها السياسات الصحيه. بقيت انا الوحيده في المكتب اللي انا فيه او في المكان اللي انا فيه قدرت تقول انه الصحه مهم انها تتربط بمجال تاني اسمه السياسات الصحيه، فنطلع سياسات صحيه كويسه علشان ملف الصحه يبقى احسن. في 2024 اللي هو السنه دي خلصت الماستر بتاعي في الهيلث بابليك بوليسي، وانا ما كنتش اتخيل تماما انه ينفع الاثنين دول يركبوا على بعض، وينفع اعمل حاجه مختلفه تدخل فيها ربنا وانا مسكت في الطموح بتاعي، واللي الحقيقه الاثنين ما ينفعش يتجزأوا عن بعض ابدا. انه طول الوقت ابقى مصدق ان تدخل ربنا مختلف هيعمل حاجه جديده انا مش عارفها، وفي نفس الوقت انا عندي طموح، انا عندي حاجه حاببها وعايز اعملها ومهم ان انا اكمل فيها. انا عارفه انه اولياء الامور ممكن يكون بالنسبه لهم كلامي مش هو افضل حاجه، انا عارفه ده، بس الحقيقه هقول لكم انتوا بقى اللي لسه بيدرسوا انه لولا اصرار ماما انا كان زماني طالبه في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه بيدرس معايا في نفس الكليه 3000 طالب بيتخرجوا كلهم زي بعض، لولا بس انها اصرت انه ادخلي الحاجه اللي انت مش مقتنعه ان هي ينفع تبقى كويسه، ولولا على الناحيه الثانيه انها سابت لي مساحه هي ووالدي انه اعمل انشطه واسافر وادرس حاجات تانية واقدم على منح واروح واسافر القاهره واجي هنا اقعد اسبوعين 3 علشان اشتغل في منحه ولا ادرس في مهمه معينه في مكان، لولا ثقتهم فيا برضو ما كنتش عرفت اربط المجالين مع بعض. فهي القصه في ايه؟ القصه ان احنا نبقى ماشيين الخطين بالتوازي، مقتنعين انه اراده ربنا هترسم طريق احنا ما كناش نتخيل انه ينفع يترسم، مش هقول لكم انه موجود، انه ينفع يترسم. والحاجه الثانيه انه على طول الطريق ده هقول له انا بجتهد اهو وبعمل كل اللي عليا، ارسم بقى انت وحدد الطريق التاني اللي انا مش فاهمه ومش عارف اخد فيه قرار. طيب نعمل ده ازاي او نمشي في الطريق بتاعنا ازاي؟ احنا عندنا 3 حاجات مهمين ما ينفعش ما نبصش عليهم واحنا بنتحرك. النوليدج، المعرفه، فطول ما انا بذاكر وطول ما انا بقرا وطول ما انا بتكلم مع الناس، مش بس قرايه ومذاكره، طول ما انا بقابل ناس وبتكلم معاهم بشارك في فعاليات زي كده، كل دي بالنسبه لي تعتبر معرفه. انا عمال اخد من الناس واكون عندي معرفه، عمال اسمع منهم واكون عندي معرفه. بعدين السكيلز، المهارات بتاعتي، ازاي المعرفه اللي انا اتعلمتها. انا النهارده قعدت مع اسمك ايه؟ مريم. انا قعدت النهارده مع مريم ومريم فضلت تتكلم معايا على انه ازاي في اكاونت او ازاي في موقع جديد اسمه كانفا ينفع يساعدني في ان انا اعمل ديزاين. هي قعدت تقول لي معلومات، انا عندي المعرفه، لو انا ما خدتش المعرفه اللي قالتها لي مريم ورحت طبقتها عشان احولها لمهاره بايدي اشتغلها، يعني الناس اللي كانت بتسال استاذ مينا على انه ازاي نعمل ده او ازاي نتطوع، لو انا ما خدتش الكلام ده وحولته لمعرفه، لو ما روحناش النهارده البيت ندور على الحاجات اللي احنا سمعناها ونقدم ونجرب ونترفض، يبقى عندنا ايميل مليان رفض، مش عايزه افتح لكم الايميل بتاعي كله ريجكشن ريجكشن ريجكشن، حاجه قمر يعني. لو احنا ما حولناش المعرفه لسكيلز يبقى احنا خلاص الكلام طلع من هنا دخل من هنا طلع من الناحيه الثانيه، ما عملتش حاجه. الحاجه اللي انا مش هعملها بايدي، مش همارسها بايدي، مش هقول ان انا اتعلمتها، مش هينفع اقول ان انا اتعلمتها، مش هينفع اقول ان انا بعرف اعمل كذا الا لو انا عملته بايدي. الحاجه الثالثه الاتيتيود، ودي بقى مهمه جدا 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 جدا، يعني سيبكم بقى في حد ايه ينفع تتعامل معاه بس يقول لك ايه تسمع منه والسكيلز بتاعته كويسه، بس اقول لك لا يا عم ما تعملش معاه، ما تودينيش عنده، ما تخلينيش اتحرك معاه، مش عايزه، مش عايزه اشتغل تحت ايده. انت يعني في دكتور اكاديمي مثلا في الجامعه تبقى مبسوط وانت بتسمع المحاضره بتاعته وهو عنده حاجه يعملها، بس تيجي تتعامل معاه على المستوى الشخصي تلاقيه صعب جدا ومش عايز يتعامل وتكره الماده بسببه، يعني انت مش قابل اتيتيود. فالاتيتيود ده مهم جدا، ودي اصعب حاجه ينفع تتغير وينفع نتعلمها.
على الاطلاق. ليه؟ لانه تغيير السلوك بيمر بمراحل صعبه جدا، وهنا مهم ان احنا نكتشف في تغيير السلوك ده نفسنا. يعني ايه؟ انا نيفين، يعني هقول لكم انا ما بعرفش افوض مهام. يعني ما بعرفش انت تقول لي مثلا نيفين احنا النهارده عايزين برزنتيشن، تمام؟ فانا اعمل ايه؟ هقعد اعمل برزنتيشن كلها بايدي، رغم ان انا عارفه ان زميلي في الفريق بيعرف يعمل برزنتيشن حلو قوي، هو بيعرف، دي شغلانته. انا ما اعرفش اديله التاسك، ما اعرفش اقول له خد اعمل. دي حاجه بالنسبه لي صعبه جدا. فضلت بقى متاخره في كل الشغل اللي باخده عشان مش عايزه اشتغل مع حد، مش عارفه، يعني مش عارفه اديله حاجه. فضلت متاخره في التاسكات اللي مطلوبه، باخر نفسي، ووقتي كله مضغوط، وما بنامش وما بقابلش اصحابي عشان مضطره اخلص كل الحاجه بايدي. بعد سنين من الشغل اتعلمت انه ينفع اقول له خد اعمل الحته دي، بس لغايه دلوقتي انا عايزه اقول لكم لازم اشوف كل حاجه. لا، لو انت عملتها لونها اخضر مش فاتح، اخضر غامق، كانت هتبقى حلوه قوي. فعندي برضو شويه حاجات لسه بعدلها مع نفسي. بس الاتيتيود مهم جدا. الاتيتيود فين؟ الاتيتيود مع اصحابك ده مهم قوي. اتيتيود اصحابك معاك مهم قوي. اتيتيود ماما وبابا واخواتي في البيت وهما بيتعاملوا معايا ومع الحاجات اللي انا عايزه اعملها. اتيتيودي انا معاهم عامل ازاي؟ يعني هل انا بعمل الحاجه وانا متقدر فهم كمان رد فعلهم عليا صعب، ولا انا بعمل حاجه بحب فهم بيدوهاني بحب؟ ما هو في حاجه قصاد حاجه طول الوقت. فالاتيتيود حاجه مهمه طول الوقت. مهم ان احنا ناخد بالنا من الاتيتيود بتاعنا، من طريقتنا واسلوبنا مع الناس، وناخد بالنا من اسلوب الناس معانا علشان ما يأثرش علينا. يعني ممكن يكون شخص هو صعب، هو بيزعق، مش انا السبب، هو. فلو انا عارف انه هو اللي صعب مش انا السبب في ده، هبقى انا محافظ على نفسي، خلاص هعمل له ايه، هو طريقته كده، تمام. او هقرر بعد فتره ان انا اصلا ما اتعاملش معاه، يعني خلاص مش مستاهله. يعني ازاي بقى نعمل ده؟ ازاي نعرف هنمشي الطريق اللي جاي ازاي؟ والحته دي مهمه لو حد فيكم عايز يسال على اي حاجه. انا دلوقتي واقف في مرحله انا عايز احدد هو علمي علوم ولا علمي رياضه ولا هكذا، او واقف في مرحله اني مستني النتيجه علشان الكليه بتاعتي، او هختار انهي كليه، او هكتب ايه، او اللي هو مجموعي هيجيبه هدخله وهعتبر دي رساله من ربنا، ولا هعمل ايه بالظبط. طيب، او انا في الجامعه ولسه محتاجه اطور من نفسي واقرر ان انا اطلع خطوه لقدام. اول حاجه الهدف. لو انا ما عنديش هدف من اللي انا بعمله هفضل طول الوقت ماشي في كل حته وبعمل كل حاجه مع بعض. والحقيقه انه احنا في السن ده مش محتاجين نعمل حاجه محدده، احنا محتاجين نجرب ونعرف. لانه علشان احدد الهدف بتاعي محتاجه اعرف انا مين، انا بعمل ايه، انا شاطر في ايه، ايه اللي انا حلو فيه وايه اللي انا وحش فيه. فعشان احدد الهدف محتاجه اجرب. فجربوا زي ما قال لكم مينا، ادخلوا في كل حته، جربوا، التجربه مهمه. لو ينفع نطلع هنا في مركز المناره وننظم احنا ايفنت لزمايلنا ممكن نعمل كده. لو هنا في الكنيسه في اسقفيه الخدمات في انشطه ينفع احنا اللي نروح نقول احنا عايزين نعملها، نروح، يمكن نجرب، ما يمكن اعرف بعمل حاجات تانية غير اللي انا بعملها. طيب، على الناحيه التانية انا كنت شاطر في ايه واهلي شاطرين يساعدوني في ايه. بمعنى انه عندي صديقه والدها كاريكاتير، بيرسم كاريكاتير، وهي اخذت منه الموهبه من وهي صغيره. دلوقتي بقت موهوبه في فكره الرسم، بترسم، هي كل موهبتها مبنيه على الرسم، وقررت انها تكمل في الطريق ده لانه اكتر حد هيساعدها هو والدها. ففي حد عندها طول الوقت هيفضل يساعد معاها ويقدم لها المساعده ويساعدها وهكذا. فالهدف مهم، ثم الخطه. انا هعمل ايه بقى علشان احقق الهدف ده؟ خطتي في ده ايه؟ ممكن تكون خطتي هو ان انا هقعد اجرب، او هروح اسمع للناس، او هروح اعمل حاجه مع الناس اجرب يمكن انا بعرف اعمل فيها ولا لا، او اقعد مع ماما وبابا واقعد اقول لهم هو انا ممكن اعمل ده ازاي؟ تفتكروا اخطط في ايه؟ تفتكروا لو انا عايزه اسافر في منحه هو انهي بلد احسن؟ وافضل اخطط 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 واعمل خطه يمين وخطه شمال، وبدل الخطه يبقى فيها 20 خطه مش خطه واحده بس. لانه طول الوقت، وهو ده الوقت اللي احنا على فكره انتوا هتلاقوا نفسكم اصلا بتفكروا طب هو لو ما جاتليش مجموع كليه كذا الخطه الثانيه ايه؟ ده مهم، ده مهم قوي، علشان لما نوصل لمرحله انه المجموع موجود وانا عايزه اقدم
ما ارجعش احتار تاني وزمايلي يقعدوا يقولوا كلام او حد يعمل حاجه فبقى انا متلخبط. انا محتاجه ابقى واقف، هي دي خططي، هو ده اللي انا عايزه اعمله. طيب بعدها بقى حاجه اسمها الفلكسبيليتي، المرونه. يعني ايه المرونه؟ يعني هندخل كليه صيدله، مش هينفع نقعد في صيدله 20 سنه، لازم تخلص، فهنخلصها، هتعامل مع الموضوع وهخلصه. في الاول كنت بشوف انه موضوع ان انا اقول ان انا قعدت في صيدله 6 سنين دي حاجه وحشه قوي، يعني كنت بحس انه، بس دلوقتي بحس انه لما جربت انه يبقى في مشكله في حياتي ويبقى في فخ واطلع منه واقرر ان انا عندي اراده ان انا اطلع، مش عايزه اقول لكم دلوقتي بقيت ايه، حد يحط لي مشكله في الشغل ولا مشكله في الحياه ولا يقول لي هتعملي كذا، لا ده انا سوبر، ده انا متخرجه من صيدله ما كنتش عارفه إيه كده. فبقول لنفسي طول الوقت انا عملت الاصعب اصلا، يعني خلاص انا عملت حاجه انا ما كنتش اتخيل ان انا اعملها، ايه يعني هيحصل تاني، يلا بينا. الفلكسبيليتي مني مع اللي بيحصل في الحياه، وطول الوقت ابقى واخد بالي انه لو انا ولي امر او انا مسؤول، انا ليه بتكلم معاكم؟ لانه انا عندي اخ صغير دلوقتي في ثالثه اعدادي، واحنا ما بين ان احنا ندخله ستيم اللي هي النظام التعليمي الحديث ده، ولا ندخله عادي اهو اخواته دخلوا وخرجوا وبيتعلموا وشغالين. فانا عارفه الحيره بتاعت هو ابني او الشخص اللي انا مسؤول عنه، ازاي انا هاخد له قرار او هو ياخد قرار وده ممكن يغير حياته كلها. دي حيره كبيره جدا، انا عارفه ده، بس هم الوقت ده احنا اكتر ناس بنحتاج دعمكم فيه، لان احنا مبقاش عارفين حاجه. انا فاكره وانا في ثالثه ثانوي كنت مبسوطه بالمجموع ومش عارفه اي حاجه تانية، مش عارفه اي حاجه تانية خالص، ولا الكليه دي هتعمل ايه، ولا هي كام سنه انا اصلا ما كنتش عارفه، ولا تكلفتها عامله ازاي، ولا انا هعمل ايه لما ادخل، ولا امتحاناتها ايه قصتها، ولا فيها امتحانات صعبه ولا لا، ما كنتش عارفه اي حاجه خالص خالص. وكان النموذج بتاعتي اختي اللي في كليه طب بشري، طول الوقت بيذاكروا بيعيطوا بيمتحنوا، بيذاكروا بيعيطوا بيمتحنوا. بس ايه بقى، ترجع داخله البيت الدكتوره، عشان برضو ما نبقاش كلهم بيعيطوا بس، الدكتوره جايه من الجامعه، جايه من المدينه الجامعيه، فانا قاعده بالنسبه لي اللي هو ايه ده، انت صعبتيها قوي، انت جبتي فوق، يعني جابت اول حاجه، يعني انتوا فاهمين جابت طب بشري، فانا مش عارفه المفروض اعمل ايه اكتر من كده. الفلكسبيليتي والمرونه، ان انا طول الوقت اعرف انه ممكن حاجات تتغير في الطريق، فاكتشف انه لا في افضل. انا عايزه اقول لكم انه دلوقتي بيقولوا ان هم هيغيروا نظام الثانويه العامه اصلا، فهل احنا عندنا فلكسبيليتي ان احنا نتواكب مع التغيير ده ونعمل، ولا هنفضل زي ما احنا؟ انتوا اصلا نظام التعليم بتاعكم كان متغير، انتوا امتحنتوا بطريقه مختلفه خالص عن اللي احنا امتحنا بيها، ففكره ان انا طول الوقت ابقى مرن وبتغير. انا عايز المنحه بتاعت المانيا، بس انا قدمت في المانيا وفرنسا وبلجيكا واتقبلت في بلجيكا، هل انا هقدر اغير خطتي من المانيا لبلجيكا، ولا انا هفضل قاعد في مكاني ولا انا لازم اروح المانيا؟ لا انا لازم اروح المانيا. فطول الوقت مهم ان انا يبقى عندي مرونه، هتعامل مع كل الحاجات اللي هتحصل. بعدين اللي حواليا، السيستم اللي حواليا دول، انا يعني في جزء منهم بنختارهم، وفي جزء منهم هم داعمين معانا واستحملونا طول الطريق اللي فات. يعني بصوا من الاخر، يعني انا قعدت افكر كده لما كبرت واتخرجت، قعدت اقول ايه، هي استحملتني كتير قوي الست دي، استحملتني، لا استحملتني بجد. انا كنت بقفل الباب بقى واقول ايه، مش مذاكره يعني، انتوا بتهزروا، مش عارف، شوفي مين يروح. عارفين الاداء ده؟ كنت شريره برضو، يعني السن بيهدي بس لو رجع بيا الزمن مش هعمل فيهم كده تاني، الامانه يعني. ففكره انه انا اهلي بيساعدوا وبيتكلموا معايا وبيسمعوني وبيجوا معايا لغايه هنا، دي فكره مش سهله. يعني فكره انه اهلي جايين معايا لغايه هنا دلوقتي وبيسمعوا معايا وعايزين يتكلموا، او حتى شجعوني قالوا لي روح، او حتى سمعوا مني هو انا عملت ايه في الامتحان الفلاني، هو انا رحت فين وحليت ايه وايه اللي ما حليتوش، لا انا مش عايز ده، انا عايز الاستاذ ده، رغم ان كل الناس بتقول الاستاذ ده، بس هم سابوني اروح للاستاذ سين عشان هو طريقته بتريحني. كل اللي هم عملوه طول السنين اللي فاتت، هم مش مستنيين حاجه، هم بس عايزين يطمنوا علينا. فاي حاجه هم بيقولوها من باب انه اعمل كذا ممكن تكون بتضايقنا، بس هم بالنسبه لهم
عايزين يطمنوا. عارفين ماما كانت عايزه تطمن ليه انها تدخلني صيدله؟ عشان هي عارفه ان كليه صيدله فيها تكليف. وقت يعني ما كنت انا بدرس كانت كليه صيدله فيها تكليف، دلوقتي لا. فهي بالنسبه لها لو ضاقت الدنيا ولخبطت هتخرج من الكليه، هستلم التكليف، هيبقى عندي وظيفه، هشتغل. فدي بالنسبه لها هي مطمنه، هي عايزه تطمن، فده اللي مطمنها. وانا لما كبرت، لما عديت ال21 كده وبدات، قلت لها تمام، مش ده اللي هيريحك، هريحك، هعمله لانه انا بعدين اكتشفت انه ده في مصلحتي، بس انا ما كنتش عارف. طيب السيستم كمان مهم فيه الاصدقاء والقاده اللي احنا بنختارهم. هقول لكم مين اللي شجع قلبي ان انا اسافر واقول لها لا انا هروح اشتغل وهروح اسافر المنحه واروح اسافر امريكا وانا لوحدي اقعد شهر وحاجات كده. كان اب اعترافي. اب اعترافي كان الكابتن بتاعنا في الكشافه قبل ما يبقى كاهن، وهو كان معروف عنه انه شخص حازم وصارم وصاحب قرارات وبيعمل حاجات مختلفه عن كل الجيل بتاعه. فانا كنت شايفه ان هو ده الرول موديل يا جماعه، يعني انا هبقى حازمه وصارمه وهعمل حاجات مختلفه. وهو كمان كان عنده شغل مجتمعي كتير، يعني ما كانش بس مقفول في الكنيسه، يعني ما كانش موجود بس في الكنيسه قبل ما يبقى في الكهنوت، وطبعا بعد ما بقى، بس يعني قبلها كان شاب بيتطوع وكان بيتحرك مع الناس وكان بيعمل انشطه وكان بيساعدنا ان احنا نتحرك ونعمل حاجات في الكنيسه. فكنت حاسه ان هو ده الرول موديل، انا مش عايزه كده، هو ده المنتور اللي انا همشي هاخد منه الحته دي وامشي عليها. فبقيت اقول لماما ايه، انه لا انت مش عارفه انه ابونا كان بيعمل 1 2 3 كده. قلت لها ايدي كده، انت مش عارفه ان ابونا كان بيعمل 1 2 3 وبقى ابونا ما عملش حاجه غلط، يعني خلاص. فتقول لي طب انا قلقانه عليكي. اقول لها حلو، طب مش فلان سافر وعمل ورجع، اهو رجع عايش وتمام واموره كويسه. طب مش فلانه سافرت واتخرجت وخلصت، وعلى فكره انا مش عايزه اقول لكم هم بيقولوا قدموا على منح وسافر وكده، اول ما تتقبل في المنحه حاله العياط اللي هتبقى في البيت، لا ده انا مجربه حاله العياط اللي في البيت بتاعت ماما، لا ما تسافرش وتمشي وتفضي شنطتك دلوقتي، الطياره فاضل عليها كام ساعه يا ماما، خلاص يعني تفضي شنطتك دلوقتي. هي دي طبيعتهم، هم كده، هم بيحبونا قوي، عايزيننا ناخد كل الفرص، وفي نفس الوقت مش عايزيننا نخرج نبقى بعيد عنهم لحسن يحصل حاجه هم ما يعرفوش يلحقونا فيها. طيب يبقى الناس اللي احنا بنحطهم حوالينا مهم جدا، اصحابنا، الناس اللي بناخد منهم خبرات وبنمشي على طريقهم، المنتورز اللي احنا بنختارهم، واهلنا نتكلم معاهم ونوضح لهم طول الوقت. في مره كنت ماما هنا في القاهره وانا كان عندي شغل وكنت سهرانه على شغلي وكنت مبسوطه قوي، كل ما اعمل حاجه اروح يبان عليا، عارفين ان انا خلصت حاجه وهي مالهاش علاقه بالصيدله. فماما قالت لي، كنت سهران بقى لغايه الساعه 3 الفجر، فماما صحيت بالصدفه لقيتني قاعده قدام اللابتوب بخلص اللي انا بعمله، فقالت لي جمله ادركت ان انا لو كنت اتكلمت معاها زمان ما كناش عملنا، يعني ما كانش في اي حاجه حصلت. قالت لي انا لو اعرف ان انت بتحبي اللي انت بتعمليه قوي كده كنت سبتك تعمليه من الاول. انتوا عارفين ان هي لو كانت سابتني اعمله من الاول ما كنتش هبقى كده، عشان نبقى متفقين، يعني لو هي كانت سابتني اعمله من الاول ما كنتش هبقى النيفين اللي هي دلوقتي. بس لما هي قالت كده انا قلت انه لو انا كنت اتكلمت معاها وشرحت لها وسمعتها وهي سمعتني كان الموضوع ممكن يكون مختلف شويه. بس لما كبرت وعقلت وهديت كده وبقيت بتكلم عادي من غير ما ازعق وصوتي يبقى جايب اخر البيت، بقينا بنعرف نتكلم ونبقى على نفس الارضيه وتسمعني وترد عليا في التليفون من غير ما يعني نبقى صوتنا كل واحد جايب يعني هي في الصوت وانا هنا، فيبقى صوتنا جايب من غير التليفون. اخر حاجه هحب اتكلم فيها وبعدين هنرجع بقى ندخل في الحته اللي فيها ازاي نختار وازاي نعمل، المايند سيت. حاجتين في المايند سيت احنا محتاجين نفكر فيهم طول الوقت، نفسيتنا، وده عامل اساسي ومهم وكبير ولازم نحافظ عليه، وطول الوقت نفضل نقول انا هذاكر وهجتهد، بس مش هفضل يعني مش هوصل لمرحله الانهيار النفسي. انا هسافر وهمتحن وهتعلم وهجتهد بس مش هحرق نفسي داخليا. دي نقطه مهمه قوي. انا اعرف اصدقاء ناجحين جدا 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 فوق ما تتخيلوا، بس
مش مبسوطين، مش متزنين، وكمان في منهم اللي اضطر انه يعمل تصرفات ما نحبش اننا نسمعها على اي حد، لانهم محروقين نفسيا، هم مش كويسين. ليه؟ لان هم وصلوا للي هم فيه بطريق مش كويس نفسيا عليهم، فبقى الموضوع صعب، كأني عملت كل حاجة بس انا نفسي مش موجود، انا مش موجود، فمين بقى اللي عمل كل ده؟ فحالتنا النفسية مهمة جدا جدا جدا، واهلنا يحبوا دايما انه حالتنا النفسية تبقى كويسة. اياكوا تفكروا في يوم من الايام، عشان انا دكتورة فعدى عليا حالات كتير فوق ما تتخيلوا، اياكوا تفكروا في يوم من الايام انه اهلكوا يهمهم اي حاجة في الدنيا اكتر من ان انتوا تبقوا مستقرين ومبسوطين وكويسين، وبعدين تيجي اي حاجة تانية. فلو انا بحرق نفسي او متضايق او مش عايزه اتكلم مع اهلي او عندي مشاكل مش عارفه اتكلم فيها عشان ما اضايقهمش، انتوا كده بتضايقوهم اكتر، وانا اسفه انتوا بتظلموهم معاكم، لان هما مش عارفين. هما لو كنتوا اتكلمتوا معاهم كانوا هيعملوا حاجات تانية مختلفه خالص. تمام؟ نقلب بقى اللي بعدها. ازاي ندمج ما بين اكتر من تخصص مختلفين؟ انا قلت لكم ان انا بحب السياسه ومشيت في الطريق ده من اول ما دخلت الجامعه، ما عملتش حاجه تانية. يعني اول ما دخلت كليه صيدله بقيت اروح السكاشن، المحاضرات ما فيهاش غياب فبزوغ السكاشن عشان اتخرج، وعلى الناحيه التانية بعمل كل حاجه ليها علاقه بالسياسه، علوم سياسيه. فاروح في قسم علوم سياسيه اقعد احضر المحاضرات اللي انا مش مقيده فيها عشان عايزه اسمع، اعرف الدكاتره واشارك معاهم في الانشطه، وهما في اخر الترم كده يكتشفوا انه ايه ده، دي مش معانا، دي جايه من كليه صيدله. ليه؟ عشان انا بحب، يعني حاسه ان انا مبسوطه وانا قاعده معاهم في المحاضره وانا بشارك وانا بسال وانا بعمل حاجه وهكذا. فاول مجال الصيدله خلاص اتكلمنا فيه. وانا بدرس في كليه صيدله في حاجه اسمها BMI، ده دبلومه متخصصه في اداره المشروعات او في الاداره بشكل عام. الدبلومه دي ميزتها ان انا ينفع اعملها وانا لسه بدرس ما دام انا معايا خبره عمل. فانا قلت اعمل ايه؟ قلت وانا بدرس هروح اخلص الدبلومه دي في الاجازه في ال3 شهور عشان ابقى متخرجه مختلفه عن زمايلي كلهم متخرجين بشهاده كليه صيدله وانا متخرجه بشهادتين، شهاده كليه صيدله وشهاده اداره المشروعات دي. فبقى عندي مجالين مختلفين انا بعرف اشتغل فيهم. فاول ما خدت شهاده اداره المشروعات اشتغلت مديره مشروعات في مؤسسات مجتمع مدني، وبقيت بشتغل وانا بدرس بمهنه محترمه بتاخد فلوس كويسه، وفي نفس الوقت انا بدرس فانا محققه التارجت اللي مطلوب مني وبعمل الحاجات اللي انا بحبها. بعدين بقى رحت عامله الماستر، دخلت الجزء بتاع السياسه وعملت الماستر بتاع السياسات العامه وربطته بقصه الصيدله، فبقيت بتكلم في حته مختلفه. تعالوا اتحرك معاكم كل ناحيه قصادها الناحيه التانية فتحت لي ابواب عامله ازاي. الصيدله فتحت لي ان انا اكون عضو هيئه استشاريه لصندوق الامم المتحده للسكان في مصر، وده بوزيشن في سن وانا عندي 21 او 22 سنه ما كانتش حاجه سهله. هم اختاروني وانا في اسيوط انا ابقى عضو هيئه استشاريه شبابيه لصندوق الامم المتحده للسكان في مصر. ليه؟ عشان صندوق الامم المتحده للسكان ده بيشتغل على ملف الصحه الانجابيه، وانا عندي شغل مجتمعي واصلا بدرس كليه صيدله، يبقى انا اختيار بالنسبه لهم كويس. فده بالنسبه لي كان، انتوا متخيلين كم الكونكشن اللي انا عملته وانا بروح عشان انا عضو هيئه استشاريه صندوق الامم المتحده للسكان. وجودي في اليونف بي اي ساعدني ان انا في 2019 اشارك في قمه السكان الثانيه في العالم واللي كانت في نيروبي، ودي قمه يعني ممكن تدوروا عليها اسمها ICPD. دي قمه بيحضرها كل رؤساء العالم وكل حكومات العالم، وانا رايحه شابه مش عايزه اقول لكم، عارفين اللي شايله الشنطه كده وداخله طياره. كنت قاعده مع وزيره الصحه كانت وقتها دكتوره هاله زايد، كنا مسافرين على نفس الطياره بقى، ووزيره الصحه قدام وانا قاعده مش مشكله كرسي صفين عادي يعني. بس كنت شايفه انه انا بعمل حاجات مختلفه،
انا موجوده هنا علشان انا صيدلانيه، بس في نفس الوقت انا بعمل انشطه مجتمعيه تانية في الكنيسه وفي مركز الشباب وفي الجمعيات اللي موجوده في المنطقه بتاعتنا. وكنا بنعمل مبادرات شبابيه انا وزمايلي لوحدنا كده، تلاقونا ماشيين في الشارع عمالين نوعي الناس عن مرض السكر، فتلاقوا في 3-4 شباب ماشيين مش حاجه غير يخبطوا على الباب، حضرتك تعرف عندك حد مريض سكر؟ تقول لك ايه يا ابني السكر ده؟ انا عندي سكر بس ما عندي كيس سكر، ما عنديش حد مريض سكر. فنبدا نتكلم معاهم. دي حاجات كنا بنعملها كده لوحدنا فاضيين بقى، يعني مفيش حاجه تتعمل في ابوتيك في اسيوط غير ان انت تقعد تجي يعني تعمل حاجات على الناس. احنا كنا بنعمل حاجات على الناس، نخبط على البيبان نقول لها حضرتك عندك اطفال؟ تقول عندي طفل عنده 2 سنين. نقول لها انه في تطعيم فلاني موجود في الوحده الصحيه، روحي طعميه كده. وهو ما حدش طالب مننا وما حدش يعمل حاجه، ويعني في الاخر كانوا شويه عيال بقى عماله. دي اول حاجه. وطبعا على شكل ده يعني لسه هنتكلم شويه، بس يعني كان في حاجات كتير عملتها علشان انا بس في كليه صيدله. لما درست اداره بدات ابقى مديره مشروعات في مؤسسه مجتمع مدني، اللي هي زي رساله وصناع لو انتوا تعرفوهم، او حياه كريمه. يعني كل المؤسسات الكبيره دي انا بقيت ابقى مديره مشروعات في اماكن شبههم. طيب مدير المشروعات ده بيعمل ايه برضو؟ في منحة او مش منحة، هو برنامج بيقدمها السفارة الامريكية في مصر اسمه IVLB، الزائر الدولي. البرنامج الزائر الدولي ده بيسافروا الليدرز اللي هم بيبقوا شايفين انهم ليهم فرص في مجتمعاتهم. فمثلا يعني البرنامج ده سافر فيه الرئيس السادات كمثال، يعني سافروا راح خد البرنامج ده. فلان انا مديرة مشروعات في مجتمع مدني اترشحت ان انا اسافر في البرنامج ده واروح اخد البرنامج في امريكا لمدة شهر وارجع. علشان ايه؟ عشان هم عايزين يقولوا لي في طرق تانية ينفع تتعلميها بجانب اللي انت بتعمليه، فلما ترجعي بلدكم تعملي حاجات احسن. وزي ما قال مينا طبعا كان في شروط وكان في تفاصيل وهكذا، بس يعني اقصد انه جزء ادارة المشروعات ده او جزء فكرة الدبلومة اللي انا درستها واتخرجت منها ساعدت معايا في انها فتحت لي اماكن انا ما كنتش اتخيلها. ما كنتش عارفه انه ممكن في يوم من الايام اسافر امريكا اقعد شهر في حد دافع لي اكلي وشربي واقامتي وانا عماله اتفسح بقى واقابل ناس واترسم وحاجات كده. يعني الجزء بتاع السياسه فتح لي بقى حاجات مختلفه. انا اصحابي وزمايلي وناس اللي انا بشتغل معاهم طول الوقت هم اعضاء مجلس نواب وشيوخ ومنهم مساعدين وزراء ونواب محافظين، عشان انا بشتغل معاهم بقدم لهم اوراق، بقدم لهم خبره، وهم ده بيفيدهم في حياتهم، وهم بيساعدوني ان انا اعمل كونكشن مع ناس مختلفين. فمثلا انا موجوده في حاجه اسمها تنسيق شباب الاحزاب. التنسيقيه دي مكان بيجمع مجموعه شباب سياسيين من كل الخلفيات والمحافظات علشان يديهم فرص انهم يسافروا ويقابلوا يعملوا لقاءات تلفزيونيه فيظهروا، فيبقوا باينين ان دول قاده مجتمعيين في مكانهم عندهم مهارات. فدي حاجه فتحتها لي السياسه، ما كانش لو انا لسه في الصيدله بس ما كانتش هتتفتح. والحته الاخيره بقى بتاعه الهيلث بابليك بوليسي، السياسات الصحيه، ودي اللي ساعدتني ان انا اكون موجوده في مكتب المشروعات القوميه في وزاره الصحه. ليه؟ لأنه أنا عندي خبرة زيادة غير أي صيدلي خرج من كلية صيدلة. أنا عندي حتة زيادة، أنا درست حاجات تانية وتعلمت حاجات تانية ينفع أفيد فيها بشكل مختلف. طيب احنا عرفنا احنا هنعمل ازاي الطريق، الجولز والفلكسبيليتي والسيستم والحاجات دي، وعرفنا انه احنا ينفع نخلط ما بين أكتر من مجال وبعض. نعمل ايه دلوقتي برضو؟ يعني مش قصة دي. يعني أنا دلوقتي حضرتك هخرج من هنا أعمل ايه؟ هنخرج من هنا نعمل ايه؟ هنخرج من هنا اولا نحاوط نفسنا بناس شاطرين مجتهدين امنا مع نفسهم ومع ربنا، وده مهم قوي. يعني ايه امنا مع نفسهم ومع ربنا؟ يعني هو بعد ما يسيبني هيبقى امين في انه ما يضرنيش او ما يعملش حاجه تاذيني او ما يتكلمش عني وحش وهكذا، ومجتهد عشان انا افضل طول الوقت بجتهد معاه. انا مش عايزه اقول لكم انا كم من الناس اللي انا كنت بجري وراهم. يعني واحده صاحبتي مثلا اكبر مني ب3-4 سنين هي عامله خطوتين زياده وانا عماله اجري عشان الحقها لانها هتاخدني في ايديها.
فانا طول الوقت لازم يبقى عندي دايره من الداعمين او الناس اللي حواليا، هم بيساعدوني اني اتحرك، بيزقوني لقدام. طيب ايه كمان برضو ما فهمناش؟ هنتعلم ايه الحاجات اللي احنا بنحبها وايه الحاجات اللي مفيده انها تتعمل حتى لو احنا ما بنحبهاش. ما انا قلت لكم انا قعدت 6 سنين عن حاجات ما بنحبهاش، بس ايه دلوقتي يعني صيدلانيه ما اقولكوش بضرب حقن، يا لهوي. انا عايزه اقول لكم ان انا في صيدله بتفضل ال5 سنين ما تتعلمش ازاي تدي حقنه، ما بتتعلمش عملي ازاي تدي حقنه. انا اتعلمت وانا ادي حقن لانه والدتي كانت بتاخد كورس علاجي وكان لازم ادي حقن، فجربت فيها للامانه يعني، ما تعملوش كده يعني، بس يعني اتعلمت فيها. بس الحقيقه انه الخبره العمليه اللي انا اتحطيت فيها هي اللي خلتني في الكليه لما كنا نتزنق وحد يتعب ولا مش عارفه ايه، محدش هنا بيعرف يدي حقن غير نيفين، كلهم خريجين كليه صيدله، انتوا فاهمين؟ وفي الشغل واي دكتور بيخرج حتى من طب بشري لما يروح المستشفى، ايه ده يعني ايه الحقنه دي بتميلي ازاي كده. وعلى الناحيه الثانيه على فكره انا اتدربت في صيدليه، يعني نزلت صيدليه 6 شهور واشتغلت وقبضت 350 جنيه وكانت حاجه يعني كانت سوبر، كانت حاجه جميله جدا. وفي نفس الوقت اشتغلت في شركه ادويه عشان انا عايزه اعرف هي الناس دي بتعمل ايه برضو. ما هو انا لو انا رحت قلت ان انا صيدلانيه وانا ما وقفتش في صيدليه هبقى انا نعم يعني، وحد يسالني يقول لي ده انا عايز دواء صداع يا نفين مش عارفه دواء الصداع ايه، مش منطقي. بس على الناحيه الثانيه انا عندي حاجات بعرف اعملها تانية، مش شاطره قوي في صيدله يعني مش هشتغل في مصنع ادويه مثلا، بس بعمل حاجات تانية مع الصيدله تخليني شخص عنده حاجه يعملها مختلف يعني. طيب حاولت نفسي يعني فين وسمعت كلامك بناس عماله تجري ومش ملاحق وبجري وراهم ونفسي هيتقطع، وقعدت اتكلم مع اهلي واسمع منهم وهم يتكلموا معايا ويقولوا لي الطريق. اعمل ايه بقى؟ هبني نفسي ازاي؟ بالمرمطه. يعني ببساطه الانسان بيتبني بالمرمطه مش اي حاجه تانية خالص. امبارح كنت بتكلم مع اخويا، كان بيتكلم معايا على انه ازاي الواحد لما يتخرج يروح يقبض 6000 جنيه بس، ايه ده؟ وطبيب بشري بقى. وانا قاعده كده اقول له طب هو انت عارف انت عملت ايه عشان تاخد 6000 جنيه؟ انت لسه متخرج اول امبارح، انت لسه يا دوب هتحط رجلك في المستشفى اهو. انت تستاهل اكتر من 6000 جنيه اكيد انت تستاهل اكتر من كده، بس استنى شويه تمرمط وتعلم مسكه المشرط وروح اي مستشفى خاصه، مش تاخد 6000 جنيه يعني، تاخد اكتر، ومع ذلك ال 6000 جنيه قاعدين اهو جنبك يعني. يعني قلت له بس تعلم مسكه المشرط ومالكش دعوه، انا اعلمك كل الحقن اللي انا هاخدها هحاسبك عليها، تعلم يعني اتمرمط. والحقيقه متمرمط يعني الامانه يعني، عشان مفيش حد مش متمرمط انا عارفه ده، بس الانسان بيتبني بالمرمطه. يعني ايه؟ يعني ده مش وقت ان احنا ننام 12 ساعه خالص. الايام دي واحنا في سن الشباب مش نوم ال 12 ساعه، نام بس نام 8 ساعات على قد ما انت متارجت، على قد ما انت تستريح وتبقى صاحي من النوم فايق وكوبايه النسكافيه كده 8 ساعات. في ليالي بقى هنام 2 ساعتين، في ايام هطبق عشان عندي حاجات، بس لما انام اليوم اللي هرتاح فيه هنام 8 ساعات. طيب ايه غير ان انا انام 8 ساعات؟ ما ينفعش نهائي يبقى الموبايل في ايدينا باقي 8 ساعات تاني في اليوم. الموبايل جميل وبننجز عليه حاجات وبنشتغل، انا عارفه نص شغلي على الموبايل، ناس بتبعت حاجات وناس تستقبل حاجات واروح ابعت حاجات واعمل حاجات وهكذا. بس لو انا ما قعدتش اتعلم حاجه جديده كل يوم واعتمدت بس على البوست اللي انا بقراه ولا المنشن اللي حد عامله لحد، مش هتحرك من مكاني، هفضل واقف. ففي وقت الموبايل اهو، النهارده الوقت اللي انا مخصصه لنفسي اتعلم حاجه جديده، هروح اتكلم مع بابا في الشغل اللي هو بيشتغله. بس بابا ده عنده تجاره، انا مش عايزه ابقى تاجر، بس هو بيعمل حسابات، بيحسب كل يوم، هو بيتعامل مع شركاء، فكل يوم حد يجي يقول له هو انا هعمل دي ازاي، ويضغط عليه في صفقه فلانيه وصفقه تانية تبوظ. ما انا لو شفت ده بعيني غير لو انا قريته في بوست على الفيسبوك برضو. طيب ماما
بتشتغل وظيفه حكوميه، دي ممكن اعمل معاها ايه؟ وظيفه حكوميه في مدرسه مثلا اداريه ولا حاجه. ماما كانت يعني ماما لغايه دلوقتي هي في حسابات في مدرسه اداريه. انا مش عايزه اقول لكم كم الدفاتر اللي دخلت اشتغلت فيها بايدي وانا في ثالثه اعدادي واولى ثانوي. اشتغلت بايدي في الدفاتر، كنت بكتب معاها الارقام، مش عارف 10 مليم يروحوا يضيعوا في حته احنا مش عارفين هم فين، ونفضل نعيد الدفتر كله من الاول عشان ال10 مليم دي تطلع. ما هي لازم تطلع، مش هينفع يعني نفضل الليل كله قصص بقى حواديت يعني. ومش عارف فلان. وماما عندها اقتناع تام انه لو هي ما خلصتش الدفتر بتاعها المدرسين مش هيقبضوا. وانا قاعده قدامها كده متفاجئه، وانت مقتنعه كده ازاي؟ والحقيقه طلع كده فعلا يعني. رحت معاها الشغل مره لقيت حد جاي يمضي منها ورق عشان يعرف يصرف فلوسه. فايه ده؟ يعني اللي انا كنت بعمله معاكي بالليل فعلا بيعمل حاجه كبيره كده، اللي احنا كنا شايفينه صغير قد كده. فكل ما انتوا شايفين انه حاجات صغيره ومش هنتعلم منها، لما تيجي تعملها بايدك هتشوف انها اكبر بكتير من اللي انت شايفه بعينك الصغيره دلوقتي. طيب بعمل حاجات كل يوم عشان اتعلم حاجه جديده، اعمل ايه كمان؟ اجرب. كم حد فيكم فكر الاجازه دي يروح يتدرب في صيدليه؟ انا عايزه اقول لكم 350 جنيه اللي انا قبضتهم دول، عشان برضو ده رقم يعني ما ينفعش يتقال في المايكات كده، بس ده لان انا اول ما كتبت الرغبه بتاعه كليه صيدله وعرفت ان انا قبلت كليه صيدله، رحت اتدربت في صيدليه مع دكتور ووقفت، وانا ولا اعرف كليه الصيدله دي هتعمل ايه ولا هروح فين ولا ايه اللي بيعملوه دول، ووقفت ما عملتش حاجه تاني، قعدت اقف كده. كانت المساعده بتاعه الدكتور الاساسي هي اللي بتقول لي اقرا الروشته ازاي، وبتقول لي يا دكتوره كلمه AMB، هي بتقول لي يا دكتوره بقى انتوا عارفين يا دكتوره كده، لو هتعلمي بقى انت جايه لنا مش فاهمه اي حاجه يعني. AMB يعني امبول، يعني حقنه، يعني حضرتك تروحي لدرج الحقن الله يبارك لك، تقول لي كده. انا حاسه انه حاضر، فين درج الحقن بقى؟ مش عارفه بقى من الاول. بس بعد 3 شهور بقت ايه؟ ادخلي بس انت الصيدليه. الراجل يدخل الصيدليه يقول لي يا دكتوره ضرسي وجعني، اقول له تاخد علاج والنهار فلان كذا وكذا وكذا، وبكره تروح للدكتور بالليل هيقول لك كذا كذا، تخلع الضرس تجيني عشان اديك المضاد الحيوي كده. بقيت خالصه بقى خلاص 3 شهور ايه، وبقعد في الصيدليه من ما انا ما عنديش حاجه اعملها، انا لسه متخرجه لسه مخلصه ثانوي، بقعد من 8 الصبح اروح الساعه 4 العصر الكنيسه عشان الخدمه بتاعتي، من 4 ل 9 اجي من 9 اقعد مع الدكتور لغايه 3 الفجر. اتصل بابا نعم ممكن تيجي تاخدني من الصيدليه عشان اروح، مش هينفع اروح دلوقتي كده. الراجل يحس انه ايه اللي موديكي يعني، انا بس مراعيه الالفاظ بس يعني انتوا متخيلين هو ممكن كان بيقول ايه يعني. ايه اللي موديكي تقعدي؟ بس انا بالنسبه لي 3 الفجر دي معناها ايه؟ معناها ان الدكتور قاعد، الناس اللي بتيجي حالات طارئه، فده معناه ان انا هتعلم حاجه جديده. اللي جاي ده مش لاقي مستشفى، ده جاي ايه؟ يا اما واخد له مش عارف ايه، مش عايزه اقول لكم بقى الحالات اللي كانت بتدخل، خد له بشله في حته، رجله اتفتحت بسبب حاجه، خناقه في مش عارف مين، جايين كلهم. اتعلم بقى، هي دي الحاجه الجديده اللي انا عايزه اتعلمها. لغايه ما وصلت لمرحله ان انا ينفع ادير الصيدليه. اول ما وصلت لمرحله ان انا ادير الصيدليه قعدت اهرش في جسمي بقى. ايه ده، هو انا مش هتعلم حاجه جديده؟ ما انا خلاص بقى بقيت بدير، اطلب الطلبيه وادخل الطلبيه واطلع الدواء واقفل الحسابات واقفل اخر اليوم، مفيش حاجه جديده اتعلمها. في اليوم ده قلت انه شكرا يا دكتور، انا تمام، انا اتعلمت، انا خدت من وقتك ومن مجهودك، بس انا اتعلمت، مفيش حاجه تانية اتعلمها هنا. فانا سالت الدكتور بتاعي سؤال غريب جدا اللي هو كان في الصيدليه دي. قلت له هو انت ازاي استحملت 22 سنه قاعد في نفس الصيدليه؟ في نفس الصيدليه. راح قال لي نيفين هو انت تعرفي انا بعمل ايه بره الصيدليه؟ قلت له ما اعرفش، انت بتجيلنا اخر اليوم واحنا بنبقى طالع عيننا طول النهار ويعني. فراح قال لي هو بيشتغل مقاول. انتوا متخيلين؟ دكتور صيدلي عنده صيدليه بيشتغل بالنهار مقاول، بيروح الموقع يبص على العمال ويرجع عندنا الصيدليه يروح لابس البلطو، الناس كلها فقال لي انه شغله بالنهار والحركه اللي هو كان بيعملها
وكل يوم في موقع وكل يوم في مكان، كل يوم بيدير عمال، هو اللي كان بيخليه يرجع اخر اليوم عايز يحس انه الدكتور، فيروح رايح بالبلطو بتاعه الصيدليه يدخل الصيدليه. فانا استغربت، يعني مش منطقي دكتور ومقاول، طب انت فاهم الناس بتتعامل معاك ازاي؟ فالحقيقه ان انا اكتشفت طبعا بعد شويه وقت انه هو مقاول مسيطر اكتر من هو دكتور، يعني الموضوع مختلف برضه. بس هو بيعمل الحاجتين عشان هو بيحب الحاجتين، بيحب يعمل حاجات مختلفه وبيربط ما بين حاجه وحاجه وبيخدم على حاجه وحاجه. قال لي انه لولا فلوس المقاولات ما كانش عارف يفتح الصيدليه. فالحقيقه انه حقق اللي هو بيعمله من حاجه تانية ما كانش متخيل انه يعملها. ينفع نعمل اكتر حاجه مع بعض ولا لا؟ ينفع نعمل اكتر من حاجه مع بعض ولا لا؟ الحقيقه الثابته بتقول ينفع. ماما بتشتغل الشغل وبترجع تبقى ماما في البيت. الست بتعمل معجزه. بابا بيروح الشغل الصبح وبيرجع يبقى بابا بالليل وبيسمعني وبيتكلم معايا وبيعمل مش عارف ايه، وبيروح يخلص واجباته العائليه مع اخواته وعيلته، وبيعمل الاثنين وناجح. وممكن تلاقوا بابا بيعمل اكتر من شغل اصلا عشان الدنيا تمشي وتتزق ومش عارفه ايه وهكذا. طيب برضو انا هفترض انا هطلع معاكم من مرحله ان احنا اخترنا الكليه، مش هدخل في الزنقه دي، بس هنختارها على اساس ايه؟ مجموعنا عامل مهم، ومجموعنا ده بيقول اراده ربنا. انا مش عايزه ابقى بتكلم بالكلام الكنسي زياده عن اللزوم، بس الحقيقه انه المجموع هي اشاره من عند ربنا، تمام؟ والمجموع اول ما عرفته هقف قدام يعني قدام نفسي واقول خلاص هي دي النقطه، هطلع منها ازاي؟ مش هينفع اقف في النقطه دي كتير على فكره. يعني النقطه بتاعه المجموع انا بقول لكم ده لو المجموع لسه ما ظهرش، ولان انا بقول لكم يوم المجموع بتاعي ما كانتش، يعني بصوا انا عايزه اقول لكم بعد ما ماما فرحت ان هي بصيدله قالت لي طب مش كنتي زقتيها معانا درجه كمان وكنا دخلنا طب، فحسيت انه ايه يا ست الشغلانه دي في ايه يعني؟ قالت لي كده، قالت لي انت عارفه لو كنتي زقتي معانا درجتين كمان كانت جابت اسنان ولا طب، اسنان ولا طب يعني. كويس انها رست على صيدله. فالمجموع ثم هطلع منه على انا هختار ايه، وهختار ايه دي محتاجه اتكلم مع ماما كتير، محتاجين هما يتكلموا معايا. لو انا محدد جو انطلق، حتى لو اللي انت مختاره ده غريب بالنسبه للناس، لو انت مرتاح انت وماما وبابا. وكلامنا مع بابا وماما مهم جدا جدا. عندي اخ، يعني عندي اخويا، هو من وهو صغير كاتب على باب الاوضه بتاعته دكتور مدحت اخصائي طب وجراحه المخ والاعصاب، كاتب كده. فلما جايب المجموع بتاعه ما فكرناش لحظه، خلاص هو مجموعك جايب كليه طب، يلا اتكل ادخل، ما تشيلش هم اي حاجه، مش مهم. المهم ان انت كنت عايز ده، انت حاطط ده قدام عينك ومكمل فيه وماسك فيه ومش عايز اي حاجه تانية. على الناحيه التانية عندي اخ صغير بيحب البرمجه جدا، وماما بقى ماسكه ان اخواتك الثلاثه متخرجين من طب وصيدله مش هينفع. وانا بقى يا ماما ما بلاش، ما انت عملتيها قبل كده. تقول لي نفعت اهي، نفعت دارت، عارفين دارت. فهي عندها حق من منظورها، هي عندها حق، وهو من منظوره كمان عنده حق. لما قعدنا نتكلم عشان نقرب القصتين لبعض لقينا انه ينفع. لما قلت لها انه طب ايه رايك نقدم له على المنحه الفلانيه في الحته الفلانيه، لو اتقبل يبقى دي اشاره من ربنا، مش حاجه، ماشي، دي اشاره من ربنا. لو اتقبل في المنحه دي اهو ده مسافر وهيتعلم تعليم كويس وهيشتغل وهيتخرج، مش هتقولي هيشتغل فين، ده هيلاقي شغل في كل حته يعني. وعلى الناحيه الثانيه قعدت مع اخويا واتكلمت معاه، قلت له بص اللي هي بتفكر فيه ده فيه جزء كبير من الصح وده منطقي، بس المهم ان احنا ناخده بالطريقه اللي تناسب ان احنا نقدر نبذل فيه مجهود ونعمل فيه تغيير. طيب انا بس هقلب سريعا على السي في. هو ده السي في. الناس اللي كانت بتسال ازاي احنا ممكن نعمل سي في او ازاي ابني السي في بتاعي، اولا الصوره، في ناس ما بتحبش تعمل صور في السي في، بس الصوره مهمه عشان الشخص اللي بيشوف السي في يعرف هو هيتعامل مع مين الاستاذ او مين الاستاذه، خصوصا انه في اسماء كمان بتقلب ما تبقاش عارف ده.
انا بحب موضوع ان احنا نحط صوره في بدايه السي في. السي في كلها هتتبعت لكم يعني ما تقلقوش، تمام. فدي السي في بتاعتي اللي انا بستخدمها في كل حاجه لغايه دلوقتي. طبعا الاسم، تحت الاسم بندي كده نبذه بسيطه عن احنا بنحب ايه. فانا بقول انه انا مانجر، يعني قلت لهم انه هايلي كرييتيف مانجر، انا عندي ابداع في فكره الاداره وبعرف اعمل حاجات مختلفه غيري ما بيعملهاش. وفي نفس الوقت انا عندي كوتشنج وعندي ريسيرشر، لانه الريسيرشنج ده هو اللي بينفعني في قصه السياسه. فانا اشرت للحتتين اللي انا عايزه اشتغل فيهم، يا اما مانجر مدير يا اما ريسيرشر. لو الشغلانه اللي انا بقدم عليها او المكان اللي انا بقدم فيه ما فيهوش النقطتين دول، يبقى انا مقدمه في مكان غلط. فالشخص اول ما يشوف السي في هيحس انه ايه ده، انا طالب سيلز مانجر او سيلز مش مانجر، انا طالب سيلز، حضرتك مقدمه معايا ليه؟ فدول الحتتين اللي انا بقول له عليهم. بعد الاسم مهم قوي ان انا اقول الاستادي، الحته اللي انا بدرسها او اللي انا درستها او اللي انا خلصتها. فانا قلت له ان انا درست في كليه صيدله جامعه اسيوط، وقلت له ان انا بدرس، يعني هو انا خلاص خلصت، بس يعني ان انا بدرس ماستر ديجري في البابليك بوليسي والبروجكت ايفالويشن في جامعه كذا. فانا قلت له ان انا بدرس كذا وكذا وهما دول الاستادي بتاعتي، علشان لما يطلع فوق يقول انه هي عايزه مانجر، هي بتدير وفي نفس الوقت خريجه كليه صيدله، فهي ينفع تبقى مديره سلسله صيدليات مثلا، هي بتعمل الاثنين، هي متخرجه من هنا وهكذا. رحت شاورت له قلت له انا عندي مشاركات عالميه انا شاركت فيها في اماكن، وسافرت لدول عالميا وشاركت في مؤتمرات عالميه. ورحت قلت له انا سافرت في الوقت الفلاني امريكا، وسافرت في الوقت الفلاني كينيا، وبعدين قلت له سافرت كمان بشكل ريجنالي في كذا وكذا، وبشكل محلي شاركت في 1 2 3 4 5، وبعمل تريننج او اخدت تريننج في كذا وكذا وكذا وكذا. فاحنا ينفع النهارده نكتب في السي في بتاعنا ان احنا اخدنا تريننج على ازاي نكتب سي في، اخدنا تريننج على ازاي نبني خطط، اخدنا تريننج على ازاي ان احنا نعمل منحه او نقدم على منحه وهكذا. بعدين الورك اكسبيرينس ببداها من احدث حاجه لاقدم حاجه، يعني ده الاحدث ثم الاحدث، وباخد الموضوع بالتدريج من بدايه ما اشتغلت في 2017 لغايه دلوقتي. وبعدين بحط لو انا عندي اي شغل تطوعي او حاجه تطوعيه بعملها بالتزام، عشان اقول له ان انا مش بس بشتغل عشان يبقى معايا فلوس، انا كمان بعمل حاجات مجتمعيه. فانا عندي كونكشنز في اماكن مختلفه انت ينفع تستفيد منها في الشغل اللي انا بقدم لك عليه. وبعدين في الاخر حطيت ريفرنس اللي هم ناس انا اشتغلت معاهم قبل كده وعارفين عني، طبعا هيدوا عني فيدباك كويس عشان ما اروحش احط اي حد وخلاص، وما ينفعش احط قرايبي على الناحيه الثانيه، لازم احط حد بروفيشنالي الايميل بتاعه، وبستاذنه لو انا هحط رقمه، او اكتفي بالايميل بس واقول له انه فلان الفلاني ده سي او في مكان اشتغلت معاه، ممكن تتصل تساله عن هي نيفين دي شاطره ولا لا وتسمع منه عني وهكذا. ده شكل السي في. طبعا فوق بحط الصفات الشخص او المعلومات الشخصيه، طبعا الصفحه الاولى اهي، الايميل، الرقم، العنوان، انا ساكنه فين فانا قريبه من الشغل ولا لا، الفيسبوك بتاعي ادخل بقى شوف انا بعمل ايه وبشارك في ايه وهكذا. فده مهم. ومهم قوي، يعني عايزه اقول لكم في ناس مثلا تبعت لنا سي في عشان تشتغل ما فيهاش رقم التليفون، احنا نبقى قاعدين كده طب نكلمك ازاي حضرتك، يعني نطلبك ازاي. في ناس ثانيه ما تقولش اللوكيشن، فانا بالنسبه لي انا الشغل في المعادي وانت ساكن مش كاتب لي انت ساكن فين، وفي حد تاني بعت سي في كاتب فيها انه ساكن عندي في المعادي في جنبي، فانا بالنسبه لي ده قريب تعالى اشتغل وهكذا. نبني السي في ازاي او نعمل ايه؟ التطوع مهم قوي، قدموا في اي حاجه فيها تطوع، بس لازم تكون اماكن امنه ومعروفه، لازم تكون اماكن امنه ومعروفه، تاني لازم تكون اماكن امنه ومعروفه عشان ما تروحوش في اي حته وتعملوا اي حاجه. مهم ان هي تكون اماكن موثوق فيها، في ناس تطوعت فيها قبل كده. خلوا الكونكشنز زي ما قال مينا دي مهمه جدا جدا. كونكشنز انا كل المرات اللي عليت فيها في البوزيشن او يعني اغلب السفريات اللي سافرتها او اغلب الاماكن اللي عملت، انا جايه هنا بالكونكشن على فكره، يعني مينا يعرفني فعمل لي ريكومنديشن فقال انه في نيفين ينفع تيجي تعمل كذا. فالكونكشن هي اكتر حاجه بنستفيد منها على الاطلاق. فانا لو هروح ايفنت النهارده عشان اعمل كونكشن
مع الناس اللي موجودين هروح الايفنت واجتهد عادي، وانزل اصرف فلوس واروح اصرف فلوس ومش مشكله. انا شاكره ليكم ان انتوا كنتوا قاعدين سامعين، وانا اسفه لو انا طولت وحكيت وقلت حاجات مش الطف حاجه. شكرا.